في زمن بيطالبنا نكون الأفضل دايما، نحقق أكتر، نبان أقوى وما نغلطش أبدا. أصبح القبول فن مفقود. بقينا بنجري طول الوقت ورا نسخة مثالية من نفسنا مش موجودة أصلا. لكن الحقيقة البسيطة اللي ناس كتير مش واخدين بالهم منها هي إن القبول هو بداية كل راحة وكل حب وكل شفاء. ما هو القبول؟ القبول مش استسلام ومش ضعف، ومش إنك تبطلي تحاولي. القبول هو إنك تشوفي نفسك كما هي وتفهميها وتبطلي تحاربيها. يعني تبص لعيوبك من غير جلد وتبص لنواقصك من غير خجل. القبول مش معناه إنك ترضي بالوضع إلى الأبد، لكن معناه إنك تبتدي من واقعك بدل ما تفضلي تهربي منه. ليه إحنا بنرفض نفسنا؟ من وإحنا صغيرين علمونا نربط القبول بالنجاح. يعني لو كنت شاطر الناس بتحبك، لو كنت هادي الناس بتمدحك، لو كنت مختلف بيبعدوا عنك. فبنبدأ نصدق إن لازم نكون بشكل معين علشان نستحق القبول. فبنعيش عمرنا بنحاول نستحق بدل ما بنكون، وبنرفض أي حاجة جوانا مش مطابقة للصور اللي المجتمع رسمها. نرفض شكلنا وطريقة تفكيرنا وضعفنا ومشاعرنا، كأننا في حرب ضد كل ما هو طبيعي وإنساني فينا. نتائج غياب القبول: اللي مش بيقبل نفسه بيتعب جدا، بيفضل يعيش في مقارنة دائمة وفي خوف من نظرة الناس، بيحاول يثبت نفسه طول الوقت، ولو فشل بينهار، بيسعى للكمال كأنه بيجري ورا سراب، وبيفتكر إن القبول بيجي من بره، بينما هو في الحقيقة شيء لازم يبدأ من جواك. القبول لا يعني إنك راضي بالوضع، بل إنك صادق مع نفسك. في فرق كبير بين القبول والاستسلام. الاستسلام يقولك أنا كده وخلاص، لكن القبول يقولك أنا كده دلوقتي وده طبيعي، بس ممكن أتحسن برحمتي مش بقسوتي. القبول هو بداية التغيير الحقيقي، لأنك أول ما تبطلي تكرهي نفسك بتبدأي فعلا تسمعيها وتفهمي احتياجاتها، ووقتها التغيير بيحصل بهدوء ومن غير حرب. ازاي أتعلم القبول؟ 1. اتصالك بنفسك. خدي وقت كل يوم تتكلمي مع نفسك بصدق، اسأليها ايه اللي مضايقك وايه اللي محتاجاه. ده بيخليكي تشوفيها كصديقة مش كعدو. 2. ارحمي أخطائك. كل إنسان بيغلط، بس مش كل إنسان بيعرف يسامح نفسه. سامحي نفسك على اللي فات، لأنك كنت بتعملي اللي تقدري عليه وقتها. 3. تقبلي مشاعرك. حزنك مش ضعف، وتعبك مش فشل، قلقك مش عيب. كل ده إنساني، واللي بيهرب من مشاعره عمره ما هيفهم نفسه. 4. ابعدي عن المقارنة. كل نفس ليها رحلتها، ليها سرعتها وليها ألمها وفرحتها. المقارنة بتسرق منك القبول وبتخليك تشوفي نفسك دايما ناقصة. 5. قرر لنفسك جملة القبول. قول لنفسك كل يوم أنا بقبل نفسي بكل ما فيها، بحب ضعفي قبل قوتي، وبحترم رحلتي زي ما هي. الكلمات دي مش سحر، لكنها بتغير طريقتك في الكلام مع نفسك بالتدريج. القبول مش نقطة وصول، ده طريق. مش هتصحي يوم وتلاقي نفسك قبلت كل حاجة، لكن هتتعلمي يوم ورا يوم تبصي لنفسك بعين مختلفة. هتقفي في المراية وتبتسمي بدل ما تنتقدي. هتبكي لما تتعبي من غير ما تهاجمي نفسك. وهتكتشفي ان الراحة الحقيقية مش في انك تبقي مثالية، لكن في انك تبقي انسانة صادقة مع نفسها. النهاية: القبول هو أول خطوة للسلام، وأول لمسة حب حقيقية بنقدمها لنفسنا بعد سنين من الصراع. هو لحظة بتقولي فيها لنفسك أنا مش كاملة ومش محتاجة أكون، أنا كفاية زي ما أنا. ولسه بنتعلم وبنعيش وبنحب وبنتغير، بس من غير ما أكره نفسي. لما توصلي للحالة دي هتعرفي إنك مش بس قبلتي نفسك، لكن بدأت تحبيها بجد.